Decision was made last night. Paperwork signed and sealed. Here we go. Is there a name for that thing where you're afraid of something good happening because you think something bad's gonna happen? هو صحيح الواد حماده جاب كام؟ الثمانينات تقريبا 85 86 مش فاكر. يعني تقريبا هيلحق حاسبات يعني ان شاء الله، ربنا يوفقه. صحيح احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ والله يا عمر شوف، عايز تروح القهوة، عايز ننزل البلاي ستيشن اللي تشوف وهنشرب الشاي. يا عم مش قصدي دلوقتي، قصدي على الثانوية. نعمل ايه؟ ايه؟ احنا هنستنى التنسيق ينزل بالمجموع التحفة اللي احنا جبناه ده. بوم الطخ هندخل الجامعة، بوم الطخ اللي وراك مش هيدخلها. وبعدين بقى هتدخل بقى في دوامة الحياة، هتتخرج، هتبقى عاطل لحد ما تلاقي شغلانة. يا عم خلاص كفاية الشاي وتفاحة، يلا ننزل. ايه الفرق اصلا بين حياتك قبل ثانويه عامه وبعدها بقى في الجامعه او ما بعد الجامعه؟ الفرق ان انت ما عدتش طفل، ما عدتش مراهق، انت حاليا مسؤول عن حياتك. ما عادش بقى كل الناس اللي سندك كده، دي خلاص بقى انت حاليا شخص مفروض مسؤول عن نفسك ومن نفسك الاتنين. فالناس بقى اللي بتفتكر ان هي خلاص طالما جابت ثانويه عامه، جابت في ثانويه عامه مجموع، هي خلاص كده قفلت الدنيا. ده بسبب كلمة ايه؟ انت ذاكر دلوقتي هترتاح بعدين وبتاع. فهو مفيش راحة بعدين ولا حاجة، لان اصلا يعني انت بعد ثانوية عامة في فجوة كده بين ان انت طالب ثانوية عامة، طالب جامعة او متخرج. في حتة كده انت لو عرفت ان انت تاخد بالك ما تقعش في الفجوة دي، لا انت هتبقى زي الفل تمام. وهو ده اللي انا جاي اتكلم فيه في الفيديو النهاردة. سواء بقى انت جبت مجموعة او ما جبتش مجموعة، ده لا يحميك تماما من الفجوة دي. هي كده كده فترة انتقالية تمام. المفروض الفيديو ده هدفه ان هو يخليك تعديها باكتر طريقة مسالمة يعني في الدنيا. اقوم بقى اعمل كوباية الشاي الجميلة تمام، واجيلك نتكلم كده ونحكي ونرغي في الموضوع ده. انا يوسف البهي، ودي قناة واي زون، والنهاردة جايين نتكلم في الفجوة اللي بتحصل بعد ثانوية عامة. النهاردة معانا رحمة موافي. ممكن تعرفي الناس بيكي؟ أنا رحمة أحمد موافي، طالبة في فنون تطبيقية وتيك توكر أو بلوجر زي ما تسموها يعني. لما خلصتي ثانوي ودخلتي كلية فنون، ايه أول فرق حسيتي بيه بين الكلية والثانوي؟ هو ممكن علشان الكلية بتاعتي في دمياط وأنا من المنصورة، ففي برضو فرق في طريقة تعامل الناس في دمياط خالص. بس كطالبة ممكن المصطلحات، يعني مثلا المستر بقى دكتور، مش عارفة الفصل بقى مدرج، الحاجات دي كنت طبعا أكيد كلنا اتلخبطنا فيها أول ما دخلنا. مش عارفة ممكن يبقى يعني في فرق بقى طبعا في المذاكرة وبين الحياة عموما الثانوية والحياة الجامعية؟ طبعا حتى الفكر بيتغير والصحاب بيتغيروا وكل حاجة بتتغير يعني تماما. تتكلم على حتة الصحاب ده يعني. انا بحسها عموما عاملة زي البازل، اللي هو انت سواء جبت مجموعة او ما جبتش، انت كده كده هتمر بيها. بس الفرق ان انت مثلا في حاجات نفسية هنا مش بتمر بيها، وفي حاجات هنا بتمر بيها بس، ولكن كلنا هنمر بيها. انا واخد فيها، انت خدت فيها، كلنا لازم ناخد فيها. انت طبعا لو ما جبتش مجموع مش هتخش الكلية اللي انت نفسك فيها، او الكلية مثلا اللي اهلك نفسهم فيها. طبعا انت لو معاك فلوس هتخش الكلية اللي انت عايزها. بس استنى، جايلك برضو، جايلك بتاع الكلية الخاصة. ماشي جايلك. ماشي، السيناريو الاول ان انت ما تجيبش مجموع، فقدامك حلين: يا تدخل كلية انت ما بتحبهاش من اللي هي 4 سنين، اضرب يا عم الحاج وخلصني، يا اما بقى ان انت تخش كلية خاصة. فطبعا في ناس اهلها مش اللي هم مقدرتهم ان هم يدخلوهم كلية خاصة، ولكن مع ذلك بيضغطوا عليهم برضو، واللي هو انا مستقبلي وانا مش عارف ايه وانا اتظلمت وانا الشغل ده. طبعا ده مش صح يعني. مش بقولك ما تخشش كلية خاصة، لا طبعا انت لو اهلك قادرين وان هم يدخلوك كلية خاصة، خش كلية خاصة. لان اصلا الكلية الخاصة في مصر هي يعني ايه، احسن شوية من الكليات العادية. يعني التعليم في مصر مثلا سقفه هنا، فمثلا
كليات خاصة، كليات أهلية، كليات حكومية مثلا. نرجع بس للسيناريو بتاعنا، وإن هو أنت حاليا ضغطت على أهلك إن أنت تخش كلية خاصة، فطبعا ده إنسان. ثانيا بقى، هو شعور بيجيلك كده تلقائي. واحد صاحبي في كلية خاصة، أنا خبطت في المايك، اتكلم معايا فيه، وإن هو عدم الاستحقاقية، أو إن أنت ما تستاهلش تبقى وسط الناس دي. يعني إن أنا مثلا أخش كلية زي كلية طب وأنا ما جبتش مجموعة أو كده. ولكن الموضوع ده يعني أنا شايف إن هو بيفرق في عدة عوامل. يعني في ناس فعلا كانت تستاهل إن هي تخش كلية زي دي، ولكن لسبب ما قدرتش إن هي تجيب مجموع. وهتلاقي معظم اللي دخل كليات خاصة هم أهلهم ناس مقتدرة. فبحس إن ربنا بيسبب الأسباب دي، أو إن هو بيحط كل واحد على حسب المكان اللي هو هيبقى فيه بس. ف بحسها مثلا ممكن حد ما كانش قادر ان هو يخش كلية خاصة، بس ده قادر، فده جاب مجموع وده هي طبعا ما بتتحسبش كده. ولكن يعني ايه، حوار عدم الاستحقاقية ده عموما اي حد في الكليات الطبية او الكليات التانية عموما، في ناس كتيرة بتحس بيه. ودي متلازمة ما اسمها متلازمة الامبوستر، او ان انت بتحس ان انت انا محتال. يعني انا مش معاكوا في الحتة دي، انا حاسس ان انا دخلت كده وسطكوا وخلاص، وانا اسوأ منكوا، ومش قادر اصلا ان انا اجاريكوا. فالحوار ده ممكن يروح مع الوقت، من ان انت مثلا تحسن من نفسك في الكلية وتجيب درجات او كده، او ممكن تفضل حاسه طول حياتك ما يروحش يعني. السيناريو التاني بقى، ان انت تخش كلية بمجموعك، اللي هو غالبا هتخش كلية انت اصلا مش حاببها، وتفضل بقى ماشي طول سنين الكلية. ده اللي انا ما كنتش عايزه، ده اللي انا الكلية اللي انا ما كنتش عايزها، انا خسارة في المكان ده، انا مش عارف ايه. وتفضل ضايع ال4 سنين بتوع الجامعة، بدل حتى ما تبص انت بتاخد ايه. لا، انا هخلص ال4 سنين دولت واروح بقى اشتغل اي حاجة، سواء بقى تشتغل تقف في محل، ولا تشتغل دليفري او. طبعا انا مش بقلل من الشغلانات دي، بس حاليا عشان تفتح بيت في مصر انت ما ينفعش دي تبقى شغلانتك الاساسية. تمام، خلينا بس نكون ترجعي تكلمي نفسك بقى يوم النتيجة. ايه اكتر حاجة تنصحي نفسك بيها؟ انت اصلا يوم النتيجة كنت فرحانة زعلانة؟ يوم النتيجة ده قصة طويلة قوي قوي قوي. أنا كنت جايبة 89.5. أنت أكيد عارف موضوع درجتين الفيزياء ايوه دول. ايوه. وانا من اول السنه مترجته، انا لو قلت عن ال90 انا خلاص، انا كده دي مش يعني، لا انا مش اتدمرت. هكمل حياتي عامه يعني. فزعلت جدا على النص دي. كل ما اقول لحد يقول لي انت عبيطه، النص دي ما مش هتفرق. انا كده كده كنت عايز ادخل فنون تطبيقيه حتى لو جبت 95. فالموضوع ده زعلني حبه حلوين 3-4 ايام. لما بدات اتقبل الموضوع قام جه درجتين الفيزياء دول بقيت 90%. طب هو الناس مثلا في جزء في الفيديو كنت بتكلم اللي جاب مجموع مثلا مش مبسوط بيه، يعني ازاي يحاول ان هو يتقبل الموضوع؟ انا في صحابي كتير جدا جدا في الكليه ما كانوش حابينها خالص، وان دي مش دماغهم. كلهم كانوا نفسهم يدخلوا حاجه طبيه، ولما دخلوا الكليه اكتشفوا نفسهم. يعني عايزه اقول لك اول الدفعه عندنا كان نفسه في حاجه طبيه جدا. يعني هو كان كاره الكليه كره مش طبيعي. هو دلوقتي هو دلوقتي اول الدفعه. فربنا بيبقى كاتب حاجات انت مش عارف يعني هو الخير فين، بس هو بيبقى مظبطهولك احسن مما تتوقع بكتير جدا. اللي اصلا بيخلص فتره جامعته كده، سواء جاب مجموعه او ما جابش، بقى في الخروج والعبث والحاجات دي، اللي هو الحاجات اللي انت كنت هتاخدها مجرد سلالم وانت صغير، لا انت بعد كده هتاخدها اميال، يعني هي اطول واصعب كمان. لان فتره الجامعه انت بتبقى برضو مهما كان ما عندكش المسؤوليه بتاعت الشخص المتخرج او الشخص المتجوز او اللي خاطب او اللي عنده عيال. فبيبقى متاح ليك شويه ان انت تجرب، ان انت تغلط، ان انت تتعلم. فالمفروض الفتره دي احنا نقضيها اصلا في ان احنا ناخد كورسات، نشتغل مثلا في شركه، ناخد انترنشيب، اي حاجه من الحاجات دي توسع خبرتك. لان عادي في سيناريو كده كنت كاتبه، بس حاسس ان هو ان انت هتصحى في يوم من الايام تلاقي عندك 40-50 سنه ضيعت حياتك في إيه انت مش عارف. مجرد ان انت بتصحى بتزق اليوم اللي بعده، بتصحى بتزق اليوم، بتصحى بتزق اليوم. عندك عيال ما انتش عارف تربيهم بالطريقه اللي انت كنت تحلم ان انت تربيهم بيها، بسبب ان انت مضغوط في شغلك. لان طبعا العيال محتاجين مصاريف ومحتاجين فلوس، فانت مسحول في شغلك، ما عادش بتقدر
تضحك او تهزر زي الاول، بسبب ان انت بقى كل دماغك ان انت عايز تروح البيت تنام، انك غالبا بتشتغل اكتر من شغلانه، فبتحس ان انت حياتك راحت في ولا حاجه، بسبب ان انت تفكيرك مع الوقت بيبقى سلبي. انا ما جبتش مجموع فانا مش هطور من نفسي، فانا. وفي الفيديو ان شاء الله مصورين مع ناس مثلا حست ان هي دخلت كلية مثلا مش اللي هي عايزاها، بس لا هي بعيدا عن الدراسة قدرت تعمل كارير احسن من اللي كانت هتعمله لو كانت كملت في الجامعة كمان. يعني ازاي بقى بتوزنيها بين ان انت مثلا بتعملي كونتنت مثلا على السوشيال ميديا وان انت كدراسة وكده؟ هو كتير بيبقى مفكر انه دايما البلوجر غالبا الاهل يعني بالذات الاهل، بس انا الحمد لله ماما وبابا يعني اكتر الناس الداعمين في سواء في الدراسه او في السوشيال ميديا يعني. كنت اقول حاجه بس انا مش فاكره كنت اقول ايه. انا لخبطتها. استنى. والله العظيم، بس بحس في حاجه كده بحاول اسند بلاقيني اصلا خدت لحظه استنى. انه الموضوع ملوش علاقه. اغلب الناس بتبقى مفكره ان البلوجرز او اي حد ليه علاقه بالسوشيال ميديا بيبقى لازم يبقى فاشل دراسيا او فاشل في حياته عامه. هو اللي ما يعرفش او اللي ما يعرفش، انا طالعه من اوائل الدفعه عندي في الكليه، وفي ثانويه عامه انا كنت جايبه 90%، وكنت بعمل محتوى وكنت بنزل وكنت عايشه حياتي جدا يعني، مش قوي يعني بس كنت عايشه حياتي يعني في النطاق المعقول يعني. هو طبعا جيت برضو اخر كام شهر ده انا اختفيت، كان حتى غصب عني. في برضو نقطه مهمه عايزه اقولها بخصوص ثانويه عامه، الناس اللي بتبدا جد قوي في الاخر بيبقوا مش احسن حاجه. جد اللي هو بقى همسح الانستا وهمسح تيك توك وهمسح كل حاجه، دول بجد. هو انت كنت منهم ولا ايه؟ لا انا اصلا كنت بتكلم في الحوار ده دايما، اللي هو اللي بيشد نفسه من الاول ده بيهبط في الاخر. يعني انت لا يعني ما بتلغيش حياتك عشان داخل ثانويه عامه. ما تقطعش الست ماشي، افتكر هو اللي انا كنت هي على شعر. انا كنت باخد كورسات بره اول ما بدات ثانويه عامه، كنت باخد كورسات وكنت بشتغل كابتن سكيت، وكنت بعمل محتوى وكنت كل حاجه تمام يعني. بس طبعا جيت في اخر كام شهر كده شديت 3-4 شهور كده كل ده اول 4-5 كده الواحد لازم بقى اخر 5 شهور تقريبا يعني. بالنسبه اللي لسه مخلصه ثانوي وكده، شايفه ان هم يختاروا كليتهم ازاي؟ الناس اللي لسه مخلصه هو بنسبه يعني على حسب يعني دايما بحس في ناس لو جابت مجموع عالي كده تخش اي كليه استخسار مجموع كده. بالظبط، ما انا كنت اقول بنسبه 98% من الشعب المصري بيجيبوا يعني اللي هو انا جبت المجموع ده هدخل حاجه اعلى حاجه. ومثلا ممكن حد زي مثلا يبقى بيحب الفن جدا، انا لو كنت جبت 91% او جبت نص زياده في المية، او مش حتى لو جبت اعلى، بابا كان عايز يدخلني اي حاجه طبيه باي شكل. كان ممكن يضغط عليكي شويه في الحته دي. والله كان يوم النتيجه ده مش يوم النتيجه، بعد ما اخدت بقى 90% كان متخانق معايا عشان عايز يدخلني علاج طبيعي، او انا كان طالع لي كذا حاجه مش فاكره هم ايه يعني. انت اصلا ما ركزتي انا هخش انا ما هو بابا كان قاعد معايا وانا كنت خايفه ان هو يعمل اي حاجه في التنسيق، ففضلت احط تطبيقي بعدين نشوف الموضوع ده. بس هو طبعا لما دخل في الموضوع وفهمته لما حس ان انت لا انا هو ده الطريق اللي انا عايزه، فاقتنع جدا يعني وعجبه الموضوع. فحته ان انا استخسر المجموع ده وادخل اي كليه علشان بس مجموعها، بجد دي حاجه بتطلع الناس اللي احنا بنشوفها دلوقتي يعني. فلا انت المفروض تختار. هو بيبص لي لا عشان في حاجه كده بيني وبينه في كاركتر. المفروض كل حد يختار الكليه على حسب فعلا ميوله، يعني ما تبقاش مثلا ميولك فنيه جدا او هندسيه جدا وتقوم داخل ليها مثلا حاجه طبيه. والعكس يعني ممكن ناس تبقى مثلا مش ميولها طبيه بس هي جابت مجموع طب فبتدخله وخلاص عشان اسمها دكتور مثلا او مهندس وهكذا. لا وبعدين حته كبيره منها قوي يعني ان انت تقنع اهلك بالحاجه اللي انت مقتنع بيها. يعني انت مش هتخش بس تخبط فيهم كده ده انا هخش دي وتدبدب في الارض وبتاع، لا صح. يعني انت لو لقيت لغه تواصل هم هيحسوا ان انت اصلا دي الحاجه اللي انت عايزها، فمش هيغصبوا عليك حاجه يعني باذن الله.
السيناريو بقى اللي انت هتكون جبت فيه مجموع، فهيبقى قدامك بقى اهلك والدنيا. هتخش بقى كلية ايه، طب بقى ولا هندسة على حسب انت علمي علوم ولا علمي رياضة. هتخش بقى كلية احلامك بقى، بس تكتشف ان في حاجة اسمها التوزيع الجغرافي. انت ممكن ما تلحقش الكلية اللي في محافظتك على درجة درجتين، بس مش مهم. تاخد بقى سكن ولا تروح تسافر وتيجي، بس هتخش كلية احلامك والدنيا ايه تبقى تمام. بس نصيحة مني، لان انا ما عملتش الحوار ده واتدبست تدبيسة وحشة اوي، وهي انك مثلا على الاقل اول 5 6 رغبات ليك تسافر تروح تشوف الجامعة او المدينة كمان تشوفها لو تعرف تشوفها، لو هتسكن في مدينة. الجامعة مواصلاتها عاملة ازاي، المكان بتاعها عامل ازاي، الطلاب اصلا اللي في الجامعة مبسوطين، الدكاترة هناك كويسين متعاونين معاك. لان طبعا انا كنت مفكر ان كلهم زي بعض، فرق بس ان انا بختار المكان، او ان انا يعني بختار المحافظة او بختار الجامعة. فركز دايما وانت بتختار بالذات اول 5 6 كليات، لان غالبا دول اللي هيجولك. روح وسافر وشوف هل المبنى بتاع الجامعة كويس، دكاترة كويسين، الناس بتشتكي من ايه، تعرف تتعامل مع الحاجات دي ولا لا. المواصلات برضو دي حاجة مهمة جدا، لانك انت غالبا هتضطر تاخد سكن، مش هتعرف تروح وتيجي. فشوف الكلية اللي مناسبة ليك، مكانها مناسب ليك، لو انت طبعا مش هتخش كلية في محافظتك يعني. نقطة كمان، لانك انت هتقضي غالبا هناك 5 6 سنين، فما تعيشهمش في عذاب بسبب ان انت كسلت تسأل قبل ما تروح. دخلت بقى الكلية يا معلم، سواء بقى طب هندسة او ايا كان الكليات دي، اكتشفت ان في فرق كبير قوي بين الثانوي والجامعة. لان في الكليات دي بالذات انت داخل بتنافس اللي هم اوائل الدفعة غالبا يعني. ان حتى الامتحان مش بيجيلك في مستوى الطالب اللي هو المتوسط، الكلمة اللي احنا على طول بنسمعها، لا ده بيجيلك في مستوى الطلاب اللي هم اصلا متوسط او اعلى من الطلاب اللي موجودين. يعني انت هتبقى خريج طب او خريج هندسة، فدي طبعا حاجة كبيرة، فالامتحانات حتى بتبقى مختلفة. بس انا بالنسبة لي الميزة بين الجامعة والثانوي هي ان في الجامعة انت لو ذاكرت هتلاقي في الامتحان اللي انت ذاكرته، او على الاقل السؤال اللي في حاجة بسيطة لو انت فاهم هتعرف تحل. مش زي الثانوي مثلا سؤال جاي من كده واسئلة جاية كده، فطبعا لا بيلعبوا لعب في الثانوي مش موجود في الجامعة. حاجة كمان وهي ان في الجامعة معظم جامعات مصر حاليا بقت نظام الGPA او الساعات المعتمدة. ان النظام ده انت من اول اولى لحد ما تتخرج كله مرتبط ببعضه. فالناس بقى اللي تقول لك اولى دي هزار، اولى دي لعب، سيبك من الكلام ده، نفض دول نفس الناس اللي قالوا لك اولى وتانية ثانوي مش مهمين، ودخلت تالتة لقيت اصلا كل حاجة خدتها في اولى وتانية هي في تالتة. فهي الجامعة كده، كل السنين مهمة، كل حاجة، كل وقتك في الجامعة، لأن ده آخر وقت حرفيا مش هيبقى عليك الضغط بتاع الحياة فيه. اجتهد وركز وما تسمعش كلام الناس دي، ذاكر وحاول تجيب في أولى درجة، لأن بعد كده الGPA أصلا بتحدد من أول أولى. بداية بقى الفيديو الفعلية من هنا بالنسبة لي، وهي أول مشكلة بنواجهها، هي بيرن أوت أو الاحتراق. الواحد بيتضغط قوي نفسيا ومعنويا ومذاكريا في ثانوية عامة، فبيبقى في حتة اللي هو أنا عايز أخلص من السنة دي، خلاص أنا هخلص السنة دي، لا هذاكر ولا هفتح كتاب وذاكر دلوقتي ترتاح بعدين والشغل ده. تكتشف أصلا إن أنت أول ما شهر 9 هيجي، لأن الفترة دي أصلا أنت هتضيعها في التنسيق وفي التقديم وفي الحاجات دي، ويعتبر مش هتاخد أجازة، هتبقى بقى أول ما إيه تدخل الكلية عايز تبقى بالراحة وكده. أنا هتكلم شوية في الحتة دي عن طب. هو إن إحنا عندنا نظام مديولات أو بلوك، فأنت كل بلوك ليه علاقة يعني بالفترة دي بس. فأنت حاليا دخلت في الأول عايز بقى تريح وبتاع، الجامعة مفيش الكلام ده. وسبحان الله مش هتلاقي بقى مدرس في الثانوي يتصل بولي أمرك بقى ده انت ابنك مش بيذاكر، ده انت ابنك مش بيراجع، لا انت فجأة هتلاقي عندك فاينل بكرة وانت معاك ما شاء الله ما معكش اسم دكتور مادة اصلا ولا عارف هتمتحن فين. ففي الجامعة مفيش بقى حتة الهزار دي، انت لا انت من اول ما بتبتدي السنة لحد ما بتخلص السنة هي بقى في حضور ومحاضرات وامتحانات. فالدنيا مش بتبقى زي الثانوي بحسه فريندلي شوية عن موضوع الجامعة. هنعمل ايه في موضوع البرن اوت ده؟ الواحد زمان لما كان بيتخنق كان مثلا يتصل باصحابه ومش عارف ايه، عايزين ننزل يا جماعة نقعد،
فحاليا اصلا انت معظم صحابك ما بقوش موجودين بسبب ان كل واحد راح محافظة، واللي كل واحد شغلته بقى الحياة، ما عدتوش اصحاب. وفي السنة دي يعني مش بحب اقول الموضوع ده، بس انت هتشوف كمية غل من الناس انت ما كنتش تتوقعهم. ممكن اكتر صاحب ليك او اكتر صاحبة ليكي تلاقيه اصلا فجأة بعد عنك وسابك بلا سبب بلا هدف. صحابك حاليا معظمهم او اغلبيتهم ما عادوش موجودين بسبب ان كل واحد راح في حتة، ما عادش فيه طريقة تواصل زي الاول، او ما عادوش متاحين اصلا. الفترة دي بشوفها ازمة. ليه؟ لان في الفترة دي اصلا صحابنا او الشلة او دول بيبقوا بالنسبة لي في الفترة دي اهم من الاهل، لان احنا الفترة دي بنبتدي بقى ان احنا عايزين ننزل اكتر، نتمرد شوية على اهلنا، ان احنا ننزل هنا ننزل هنا. فدول اللي بيبقوا حاضرين لك كل حاجة، حاضرين بقى مشاكلك، حاضرين افتكاساتك، خروجاتك، ليكوا ذكريات مع بعض. فبحس تأثير الصحاب في الفترة دي أكبر بكتير وأهم بكتير من الأهل. فالصحاب في الفترة دي بيبقوا حاجة مهمة، وللأسف بعد الثانوي أغلبية صحابك هتخسرهم. أو الصحاب اللي عدوا معاك من ثانوي لجامعة غالبا انتوا هتكملوا مع بعض طول العمر، وربنا يخليكم لبعض يعني. النقطة دي كانت من فيديوهات، كانت من الكومنتات اللي كانت على فيديو التيك توك. تمام. السؤال كان هو كومنت كبير، بس هو عن يعني الأهل في الفترة دي. فطبعا لينك تيك توك والانستا في الديسكريبشن لو حابب تعملي فولو هناك. انا بنزل هناك حاجات غالبا مش هتنزل هنا، وبحس في تواصل اسهل يعني. حابب اتكلم في النقطة دي في حاجة، وهو ان الواحد في فترة معينة كده يعني بحسها فترة متخلفة شوية، ان الواحد بيقعد يخبط مع اهله كتير، وان هو بيبقى شايف ان هما دايما غلط، وان هما مش فاهمين حاجة، وان احنا جيل غيرهم، وان هما بعاد عننا وكل حاجة. بس انا حابب اتكلم في الموضوع ده في حاجة. الواحد عموما كل ما بيكبر كل ما بيفهم اهله اكتر، وبيعرف ان هما حتى لو كانوا بيقسوا عليك في فترة، او مثلا شايف ان هما بيضغطوا عليك في حاجة بسبب ان هما عايزينك تطلع انسان كويس بس. فهم عدوا بكل المراحل اللي انا قلتها دي، وهم حاليا في مرحلة ان هم عندهم طفل، فمش عايزينهم يطلعوا مثلا زيه. عايزينهم دايما كل الاهل يقولك انا عايزك احسن مني. ليه؟ لان هو اكيد غلط في حياته غلطات مش عايزك انت تمر بيها. مثلا استهزأ في فترة الجامعة، او مثلا ما خدش لغة معينة او فهو مش عايزك تبقى كده. هو موفر لك بيئة او عايزك ان انت تكون احسن حتى بالامكانيات اللي موجودة. يعني اغلبية الشعب المصري مش هقولك مليونيرات يعني، لا، بس كلنا ناس عادية. ولكن اللي بيفرق بقى مع الشهادة شوية الحاجات والحبشتكنات اللي انت هتجمعها في النص. فأهلك مش أعدائك. بطل تحاسب أهلك على كل حاجة انت بتمر بيها. أنا عارف إن مش كل الناس كأهل بيبقوا أسوياء في التربية، بس على الأقل ما تحملهمش كل اللوم يعني انت دلوقتي بقيت عاقل وفاهم إن في حياة وفي ضغوطات، وإن هما مهما كان أنا بطلت مثلا أتضايق من أهلي على مثلا على شوية حاجات كده كنا بنتخانق عليها، بعد ما حطيت المعتقد ده في دماغي إن هما مجرد بشر، إن هما بيغلطوا، وأحيانا كتير مش بيبقوا عارفين أصلا يتصرفوا إزاي في موقف زي ده. أحيانا كتير بيبقوا خايفين من بكرة، أو خايفين من اللي هيحصل أو فهم مش نازلين من كوكب تاني. لأ، أنت لو نزلت على أرض الواقع واللي فيكم جرب مثلا يشتغل أو يقف في أي حتة، هيعرف قد إيه إن الفلوس حاليا بتيجي بصعوبة جدا، وإن أهلك لو معيشينك حياة كريمة فده شيء بجد يعني تقوم تشكرهم دلوقتي عليه، وتقوم تبوس راسهم. دلوقتي مع استاذ هيثم. دلوقتي هنساله عن حياه الحاجه. معايا حضرتك، احنا عايزين نعرف يعني مثلا الواحد ممكن يستفيد ايه يعني في فتره الدراسه، يستفيد منها باكبر شكل، او نصيحه عامه لطلاب الجامعه. والله نصيحتي لأبنائي طلاب الجامعة إن أول حاجة لازم تكون محدد هدفك.
عشان تشتغل عليه صح. تاني حاجة لابد من تطوير ذاتك. اليوم اللي يعدي عليك لازم تكون مستفيد معلومة، ما ينفعش يوم يعدي عليك من غير ما تكون مستفيد على الأقل خالص معلومتين 3. زي ما بيقول المثل اعرف شيء عن كل شيء. فأنا نصيحتي لأبنائي، وأنا ليا أبناء زيكم في الكلية، بقول لهم طور من نفسك. ده أول حاجة. أول يوم تكون محدد هدفك، عايز توصل فين، عايز إيه الهدف اللي أنت عايز توصل له وتحققه. اشتغل على نفسك كتير، استغل فترة الدراسة في تطوير نفسك. أي برنامج، أي دورة، أي دراسة، أي تدريب هيضيف لك جديد وأنت أثناء فترة الجامعة ادخل فيه بدون تردد واثبت نفسك، وربنا يوفقك. شكرا. حاجة كمان بعد ما تدخل الجامعة تلاقي انك عندك شوية حرية ما كانوش عندك في الثانوي، فأهلك حسوا ان انت خلاص بقيت شخص كبير، شخص عاقل، مش عايزك بقى ايه تحوت كده، اللي هو خدت شوية حرية فانا اجرب بقى كل حاجة بقى. بيجرب سجاير، واللي بيجرب وبيجرب وبيجرب، وبلاش اقول بيجرب ايه. ف مش معنى ان انت خدت حريتك ان انت خلاص تجرب كل حاجة، لا، انت عارف ايه الصح وعارف ايه الغلط، فما تشغلش دماغك علينا بالله عليك، عشان احنا اصلا بنتعالج يعني. الفترة دي كمان بتحس انك تايه، فبتبقى عايز تحط اهتمامك في حاجة، فغالبا اول حاجة بتعدي كده من قدامك فانت اوعى هي دي عموما طالما عديت سن معين فانت متاح لك ان انت تتجوز وكل حاجة، ولكن ده بيولوجيا ماديا واجتماعيا في مصر يعني الحالة عادت سيئة جدا، فما اظنش ان انت هتبقى قادر ان انت تتجوز في الفترة الحالية. فانت بتمشي في السكة دي بسبب ان انت عايز تعوض بس إيه فقدانك لذاتك وتوهانك ده. وانا مش ببرر يعني خالص، كلنا عارفين ان هي حرام، بس انت مشكلتك كتيرة حرام والناس بتعملها. انا بحاول اجيبها من سكة ان انت ما تعملش كذا عشان انت مقتنع من جواك ان ده يعني، ان في ناس اما بتقولها حرام برضه بيفضل يعمل نفس الحاجة يعني. فغالبا العلاقة دي هتبوء بالفشل بسبب ان انت معكش شغلانة، معكش شقة، معكش، فغالبا هي هتروح تتجوز واحد جاهز. فانت ما تعلقش دماغك في الحاجات دي، لانك انت الفترة اللي انت هتفضل مهتم بيها بشخص معين او دي الاحسن ان انت فيها تطور نفسك، تتعلم لغة، تشتغل شغلانة، تطور مهارة ان هي تجيب لك فلوس. ما انت ما تقنعنيش ان انت مش بتفكر في الجواز، يعني تبقى انسان عبيط. كلنا دلوقتي حاليا بنفكر في الجواز، ولكن انت مش هتعرف تدخل فلوس غير لما تتخرج من كليتك. ففي فترة الكلية في شوية مهارات، في كورسات تخليك تبدأ قبل الجامعة، فبدل ما تحط وقتك في حاجة ملهاش أي 60 لازمة. وغالبا أنا عارف وأنت عارف وهي عارفة وعم محمد عارف وفاهم، والواتس اللي انت بتتكلم عليه عارف ان انتوا مش هتكملوا. فبجد بجد بجد يعني حاول في مرة كده تقعد معاها تشرح لها ظروفك، قول لها انا كذا واحد كذا 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 كذا، حابة تكملي، وغالبا يعني هي هتبقى متخلفة زيك هتقول لك اه طبعا اكمل. وهي اصلا مش في دماغها. ما هو انت هيجيلك عريس انت حسبها دلوقتي، لا اصلا مش عارفين ان انت موجود، فاكيد هيوافقوا يعني. يعني يا رب اكون اتكلمت في الحتة دي كويس، عشان الحتة دي اصلا الواحد محرج وهو بيتكلم فيها، وهي حتة شائكة شوية بالنسبة للأجيال بتاعتنا دي. فانت كون نفسك وبعد كده روح اتجوز، لان هي مش بالحب يعني لو بالحب كان كله اتجوز كده، كلنا مشينا حبينا في بعض وكلنا اتجوزنا والدنيا كانت هتبقى زي الفل. لو انت في كلية طبية انزل تدريب في مستشفى او في الصيدلية تكتسب بعض الخبرة، او لو انت في مجال تاني او حتى في الكليات التانية دي خد لك اتعلم مهارة على النت، خد لك كورسات. انا عارف ان الموضوع ممكن يكون مكلف شوية، حاوش يا عم في الصيف خد كورس ولا خد كورسين، او اعرف اهلك ان انت عايز تبقى من الناس اللي بتدخل دخل في الجامعة، واتوقع ان هم مش هيتاخروا عليك، بس انت ما تضغطش عليهم. اعرفهم مثلا ان انا كمان فترة عايز اخد كورس وكده، وكله بالطريقة وبالاسلوب يا جماعة الكلام بيوصل يعني. احنا ناس بتفهم وعندنا دماغ وبنفكر وبنتكلم،
والحاجة اللي مميزة الإنسان هو التواصل بس، فتواصلوا مع بعض كده وحبوا بعض يا جماعة، حبوا بعض. موضوع بقى سوق العمل والفلوس والشغل من على النت والحاجات دي، هو الموضوع عاد أسهل من الأول بكتير، تمام؟ بس مش بقولك سهل إن أنت تقعد ترزع على الكيبورد هيطلع لك فلوس، ولكن بالنسبة للأجيال اللي قبل كده لأ، هم حرفيا حاربوا كتير قوي عشان يبقى في حاجة زي دي، وحاليا هي موجودة. يعني أنا فاكر إعلان كانت مش فاكر شركة مقاطعة عاملاه فمش هقول اسمها، كانت بتجيب كل شوية كليات كده معينة مش مشهورة قوي ساعتها، بس حاليا دلوقتي بقى ليها ناس. انت في جامعة ايه يا حبيبي؟ حاسبات ومعلومات يا انكل. كمبيوتر؟ لا يا انكل، وانا برمجة. كمبيوتر؟ لا يا انكل، وانا برمجة العاب موبايل iOS اندرويد. كمبيوتر يا هشام. ان هي مثلا الناس بتتريق على الشغل اللي هم بيشتغلوه، او بيتريقوا على الفريلانسرز. دلوقتي مصر كلها فريلانسرز وكلهم شغالين يعني والدنيا تمام. فانت ان شاء الله دور لك على طريقة، النت مليان وبجد اللي بيدور بيلاقي. اسأل حد اكبر منك عدى او اشتغل في مجال مثلا انت حبه، غالبا معظم الحاجات الكويسة هتلاقيها بفلوس. فعشان كده بقولك مثلا حوش او اعمل حسابك. بس الفيديو ده اعتبره من مجرد اخ او صديق او واحد معدي في الشارع قالك كلام، فان شاء الله الفيديو ده يكون مفيد ليكم. وانا الفيديو ده يعني غالبا بصوره بعد ما صورته مع ناس، وفي لسه ناس ناوي اصور معاهم، فان شاء الله ادعوا لي ربنا يوفقني. الفيديو ده هيكون ادعوا لي ربنا يوفقني في اللي جاي. ادعوا لي ان شاء الله في الفيديوهات بقى اللي جايه او الحاجات اللي جايه ربنا يوفقني. اللي عنده اي حاجه عايز يتناقش فيها عندك كومنتات براحتك خالص، هرد عليها كلها ان شاء الله. ومش هعمل زي الفيديو اللي فات لاني كنت قافلها لسبب معين. الانستا موجود، الفيس موجود، كل حاجه موجوده، ولينكات الناس اللي انا اعرفها في الفيديو هحطها تحت برضو لو عايزين تعمل لهم فولو او حاجه من دي. وبس كده ان شاء الله المره الجايه مش هطول عليكم كده، والسلام عليكم. تصور معانا الاخ عبد اللطيف. ايوه طبعا ممثل كليه حاسبات ومعلومات، اصر ان هو يظهر في الفيديو. اهم حاسب فيهم. ده لو لكليه حاسبات وجه انا ايدي دخلت في عيني، هو ده الوجه. الله يخليك والله. عشان حاسس ان هو بيقول دايما ان انا بظلم كليه حاسبات مع انهم حبايبي. اي حد من حاسبات المنصوره بالذات عارف الفيديو بتاعنا بيحبني، تمام؟ فاتفضل اتكلم، يعني عايز تقول ايه؟ والله ما عايز اقول حاجه، عايز اقول ان احنا جايين يعني كورس صفات اوليه. حاسس ان احنا جايين نتحظ على الناس. الناس قاعده بتسحب وتعمل وبتاع، واحنا جايين مذيع الشارع، نعمل مذيع الشارع، نعمل كونتنت. طيب انت حابب تقول حاجه يعني ولا انت بس؟ والله انا حابب تظهر في الفيديو وخلاص. حابب اظهر بكده. دي في اخر الفيديو بقى. انا في اخر الفيديو حاسس ان انا هاخد نص الفيديو. انا قلت لك هتاخد الاوترو بس مش للدرجه دي. هي 5 دقايق اوترو حطني فيها. الحق يا ابني الدكتور. يا دكتور يا دكتور يا دكتور سيب الناس وتعالى معايا يا دكتور. انا بعاني يا ابني. خش ظهرك دكتور مين؟ يلا خش. طب ثانيه بس بيخلص معانا. لما لا احنا نستأذن الاول، احنا عشان ناس محترمه نستأذن الاول. قول حاجه للجمهور وانت ماشي كده. والله انا بقول ان هم ما يخافوش يسالوا الناس. ابدا بالتسليم الاول، اسالوا رايه مثلا ايه، لو عايز يصور يبدا معاه يصور معانا، ممكن يوافق. هو غالبا بيوافق ان شاء الله، غالبا بيوافقوا. وهنسال الدكتور دلوقتي. يلا يا عم قلبك انت راجل عسل. اتفضل. ازيكم؟ معانا النهارده لقاء معانا استاذ خريج ايه؟ عمر حسام الدياسطي. طب حط المايك عنده. طيب انت في ايه؟ معاكم عمر حسام الدياسطي، داخل اولى طب بيطري. اولى طب بيطري؟ منصوره؟ المنصوره. ماشي. احنا كده انا واستاذ يوسف دكتور يوسف عايزين نسال ايه اكتر حاجه يعني حاسس ان في الجامعه عايز تتعلمها او مفيد ان انت تتعلمها بره مجال الدراسه؟ حسسونا ان احنا موجودين. حب الناس. حب الناس والله. حب الناس ده شيء جميل. حب الناس هو الاساس والباقي شويه وكياس. ولو سمحت انا وافقت اعمل معاك لقاء صحفي
انت توافق ان انا اسحب منك دم. طب يا سلام. لا بس الغي امسح الكلام. طب انا عايز اسال، اصل انا اولادي دي هتعذب معايا يا اسطى متوتر دلوقتي. ما رضاش، لا اقسم بالله ما رضا اصلا. انا عندي انيميا يا عم. هو عنده انيميا وانا عندي تخمه، فانا مش هينفع. ثانيه للي ما يعرفش عشان الناس ما تعرفش برضو، الدكتور اللي ظهر في الفيديو. استنى بس، دكتور احمد احنا جينا خلاص هنصور معاه، قال لي البهيه حرفيا كده مستنيك اول لما شافه من قبل ما يتكلم. جينا نطلع بره، استنى لما يخلص كل الناس، خلص كل حاجه ورحنا داخل الحمام. قلنا مش هندخل ورا الحمام بقى، مش هينفع. انتهى استاذ احمد بجد. هو والله العظيم احنا واقفين قدام مخرجين، احنا واقفين قدام المخرجين. في ناس جايه كده وده جاي عادي. بجد انا لو قابلته تاني نفسي اساله انت عملتها ازاي؟ هنملى الفيديو ازاي يا استاذ عبد اللطيف؟ والله مذيع الشارع بتاعنا. مذيع الشارع والله فكره ناجحه جدا، يعني على الاقل مش بهرب. نثبت اي حد ماشي على الكوبري ده نصور معاه اجباري والا هيدفع 20 جنيه مثلا، ولا ايه رايك يا عم؟ يعني مثلا الكابلز دول هيعدوا كده؟ لا يا عم، هم اصلا خايفين يتصوروا. رسالتي للدكتور احمد، انا ليا فيديو معاك وابوس ايدك تعرفنا اختفيت ازاي. الاختفاء عملتها ازاي؟ الراجل ده مختفي منه 5 قبل كده. هو دخل ما طلعش. قوم ده انا ما امشي ادي يا عم. قامه فنيه زي دي تضيع بالشكل ده. هو دخل ما طلعش والله العظيم. يلا يا عم نمشي يا عم. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله يكون نزل في اسرع وقت ممكن، لان انا معروف عني سرعتي في الانتاج. وان شاء الله الفيديو فاتكم ولو بحاجه بسيطه، ولو ما فاتكوش تكونوا استمتعتوا على الاقل، ولو ما استمتعتوش بقى ولا دي لا يا عم انا بتكلم بجد. ان شاء الله نكون يعني قدمنا حاجه، ولو ما قدمناش حاجه المره الجايه ان شاء الله نقدم حاجه. اللي عنده اي اقتراح لاي فيديو يكتبه في الكومنتات، واي حد عايز يتناقش معايا في اي حاجه في الفيديو او بره الفيديو، عندك الانستا والتيك توك، يعني لو فتحتهم هرد عليك ان شاء الله، ومن غير شتيمه يعني احنا ان شاء الله مش محتاجه يعني. وبس يعني شكرا جدا ليكم وسلام.